عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله بإذن الله نفتح قراءة برج السرطان، وان شاء الله بإذن الله خير للسرطان. قبل ما ندخل في القراءة احب انبه عليكم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. الفيديو مسجل ولكن الطاقة جديدة. النهاردة الخميس 18 يناير 2024. بتمنى منكم متنسوش اللايك، واللي لأول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد مننا. يلا نسمي ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونفتح القراءة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. برج السرطان، من الواضح انك صبرت صبر أيوب يا برج السرطان. صبرت كتير جدا على تعب، على أهانة، على كلام كتير عليك، على ظلم، على اتهامات بالباطل، على أسحار اتعملت لبرج السرطان. لا، صبرت وتحملت أذية، تحملت حاجات كتير قوي قوي يا برج السرطان، ولكن عندك تعويض كبير جدا 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 من ربنا سبحانه وتعالى يا برج السرطان. راح ربنا يعوضك عن أي حاجة انت عشتها، أو الفترة اللي انت عشتها، الفترة الزمنية اللي انت عشتها، بكل وجعها بجرحها بماضيها بحضرها، كله راح عندك تعويض ما شاء الله عندك يا برج السرطان. بص يا برج السرطان، انت رافض الشخص ده في حياتك، رافضه خالص. وانا مش هقولك اديله فرصه تانية. انا شايفه ان الشخص ده وجعك قوي او هانك قوي او غدر بيك او ضحى بيك بالفعل. ولكن هو من حقك تزعل، من حقك وتغضب وتعمل اللي انت عايزه، لان الشخص ده ما خلاش حتى حاجه قد كده. ان يبقى فيه، لو جه في يوم من الايام متصادفنا ما يبقاش في صلح، لا، قفل كل البيبان. يعني قفل، يعني زي اللي حد جاب حد وشرحه ما خلاش حته سليمه فيه، فخلاص ما عادش فيه حته ان احنا ننام عليها سليمه. فانت من حقك. ولكن برج السرطان، فكر فكر. دي طاقتك انت، ودي انت اللي حاسس بيها وشايفه ان انت طيبة قلبك ممكن تخليك تتنازل شويه. ولكن الشخص ده لو رجع دلوقتي حاول يعني اوعى ترجع له لما يكون في شروط، واطلب منه طلباتك اللي انت عايزها كلها. هو مهما كانت الشخص تطلب، او ما فيش حاجه تامن لك مستقبل مع شخص خاين او غدار زي كده، ولكن برضو انا بقول لك، هو بقول لك اديله فرصه. انت اللي تفكر وانت اللي تحدد. تمام، فكر انت وحدد انت يا برج السرطان. طب ارجع لكم تاني. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دموعك نازله يا برج السرطان، او انت بكيان ودموعك نازله ومش مسامح حد ظلمك وموجوع وبتحاسبن وحالتك وحشه قوي يا برج السرطان. بس والله عندك فك كرب ان شاء الله. راح ربنا يكبر بخاطرك يا برج السرطان، وما تزعلش نفسك. كله يعني ما يستاهلش والله. يعني دموعك دي من يعني الشخص انت مش زعلان عليه، انت زعلان على نفسك. ولكن والله عندك جبران خاطر، فحد بيحاول يرضيك وانت رافض يا برج السرطان. فحاول يعني، اقبل الصلح، اقبل الصلح وان شاء الله باذن الله. يعني الشخص ده راح يعني هيحس بقيمتك بالفعل، او هو بالفعل عارف قيمتك. في صلح بينكم وبين حد هنا جرحكم وزعلكم او برج السرطان. وعلى فكره انت محبوب جدا. يعني في ناس في حد هنا بحبكم وبتمنى رضاكم. انا مش عارفه انا وقفت لحد فين في الطاقه، لان انا الطاقه الفيديو وقف معايا. في حد هنا بتمنى رضاك يا برج السرطان، والدموع والحزن اللي انت فيها دي راح ان شاء الله باذن الله. هتتخلص من الطاقه دي قريب جدا. بتحدد مصير هنا يا برج السرطان. راح تحدد مصير كويس ومصيرك كويس، او انت راح يعني راح تفوق كده وراح تركز ما شاء الله. راح شايفه ان انت بتخرج نفسك من علاقات بقى، من حياه عاطفيه، مشاكل عائليه، الله اعلم. انت عمال تخرج نفسك وبتطلع نفسك من اللي انت فيه، وده كويس جدا. صبور انت يا برج السرطان، بتتحمل كل حاجه. على فكره عندك صبر كبير جدا. ربنا يصبركم وربنا يقويكم على اللي انتوا فيه ده. بص، الحمل اللي انت فيه ده مش هيطول، او المعاناة اللي انت فيها ده مش هتطول. خلاص انت على وشك الانتهاء يا برج السرطان، فمش هتدوم. تمام. والشخص اللي سابك وراح عاش مع حد غيرك، او تنزل عنك، او ضحى بيك، والله عيشته مش هتدوم يا برج السرطان. وبكره شوف، مش هتدوم معاه. لان الشخص ده اصلا هو اصلا خاين وغدار، راح بقى مع حد خاين وغدار امر منه، فهما الاتنين غدارين وخاينين. تخيل انت،
فحد هيضحي بالتاني وهتبقى تضحية كبيرة جدا. فما تزعلش وما تقلقش من ان هو الشخص ده سابك ومشي، لأ. بسم الله. مش عارفة في ايه في التليفون النهاردة بيوقف التسجيل، ولكن الشخص ده راح يعني زي ما عمل معاك راح يتعامل معاه بالظبط، وهيكون الألم جامد شوية. عندكم جبران خاطر، شكلكم قلبكم اتوجع اول فترة اللي فاتت يا برج السرطان. كل فترة بتحس ان انت ربنا بيعوضك بالاحسن، حتى لو كان ليك اعداء او كان في خصام بينك وبين الاهل او الاخوات. تخيل ان انت بقيت سيدهم دلوقتي، او هم بدأوا يلجأوا لك في الصلح، في اي كلام، اي فرح، مشكلة، فبيلجأوا لك انت. سبحان الله. بص اتقلبت الموازين، بس انت اللي طلعت فايز في الاخر. تمام. ما شاء الله عليك، ربنا يصلح حالكم يا رب. طيب، برج السرطان، انت في عندك هنا امنية، بتتمنى حاجة يا برج السرطان، ان شاء الله باذن الله راح تنولها، ان شاء الله راح تنول امنيتك دي قريب جدا يا برج السرطان. في هنا ناس خايفين تاخدوا خطوة الارتباط. على فكرة خايف تاخد خطوة الارتباط، ربما يعني ما يكونش الشخص ده المناسب، او تندم، او في طاقة خوف عندكم يا برج السرطان. ولكن والله مش عايزاك تخاف، في شخص هنا بيحبك يا برج السرطان، وبتمناك بالفعل، مستني منك نظرة، مستني منك طلة، مستني منك ان هو يكلمك تكلمه. ولكن يعني بقول لك ايه يعني اي حاجة كده يعني رايح قلبه. محتاجك تكون جنبه. فبرج السرطان يعني ما تحاولش تبعد كده، ما تخافش من خاف سلم، ولكن ما تخافش. في شخص بص بيسحب منك الكلام، فاتكلم. طيب بعتذر. بسم الله. بعتذر بقى برج السرطان، النهارده حظك كده معايا. بسم الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا نجاك والله يا برج السرطان من حاجة كبيرة قوي قوي، احمد ربنا عليها، واحمد ربنا وصلي ركعتين شكر لله. يمكن انت تنبأت في اخر لحظة، او حد نبأك، نبهك من حاجة، او انت اللي تنبأت بيها، والله اعلم. يعني في حاجة دي هنا يعني ما شاء، يعني ممكن تكون قربك من ربنا نجاك من الحاجة دي والله، او حد كان بيدعي لك فعلا، فانت اتنجيت من مكيدة كبيرة جدا، او من حاجة كانت كبيرة قوي قوي. الحمد لله، وصلي ركعتين شكر لله برج السرطان. على فكرة في عندكم زواج للمرة التانية، زواج للمرة التانية. الناس اللي انفصلت، طلاق زوج أو زوجة، راجل أو امرأة، ففي عندكم زواج هنا للمرة التانية. فعندكم كلمة استقرار، راح تستقر في حياتك. لو انت مثلا خايف من ان انت تاخد خطوة الارتباط للمرة التانية او كده، فعندك كلمة استقرار، ليك دعوة مستجابة. آه يمكن كنت الفترة اللي فاتت كنت انت في مغامرات كتيرة قوي يا برج السرطان. شفت لما كنا واقفة بقى والموج عالي عليا، وفي صدى في الموج، مش عارف، خايفة اغرق، خايف وبقاوم ان الناس ما تقوليش، كانت بتحذرني مثلا ما تنزلش الموج عالي، فانا نزلت والموج عالي، فانا عايز اثبت ان انا حد شخصيتي قوية، ان انا راجل او قوية او امرأة قوية. فاهمين انتوا؟ فانتوا ثبتوا وجودكم حتى والموج عالي عليكم، ضحى يعني اتضحى بيكم وكل ده، بس انتوا ثابتين وجودكم برضو، لسه ما زالت السرطان ثابت وجوده. ما شاء الله. يعني الطاقة دي انا بحب دايما الناس القوية والله. يعني بحب الناس اللي دايما يعني مهما يجي عليها اي ضغوطات او اي حمل تقيل او اي حاجة، بتقف وبتصد وبتكمل، مش بتنكسر، مش بتضعف، انت بتكمل. ما شاء الله. كمل مسيرتك يا برج السرطان، ولكن حاول تقرب في شخص، والله هنا في ناس بتحبكوا بالفعل. يعني بس انت بعدك ده تقل مثلا، بعدك ده حد مثلا شايف ان ده مش مناسب ليك او مش مناسبة ليك، ولكن في شخص هنا، اشخاص بتحبكوا قوي يا برج السرطان، فما تخسروش الشخص اللي في حياتكم ده والله، لان في شخص انا بحبكم قوي قوي يعني. انا شايفه ان برج السرطان راح يتحرر، والاول مره تتحرر يا برج السرطان. والله ممكن يكون لاول مره ان في حد هيسمع لك، لاول مره يكون لك راي او كلمه مع الشخص اللي انت معاه ده. أو ممكن تكون الاول مره هتحس ان انت اتحررت من شخص، او حد سمع كلامك ان انت تنفصل عن شخص كان مش كويس. انا شايفه طاقه برج السرطان في تحرر. حياتك راح تتحسن، وراح تلاقي نفسك يا برج السرطان، لان من الواضح انك بقالك فتره كنت مش لاقي نفسك كبني ادم، كشخصه. فبدات انك انت تلاقي نفسك بقى، بدات تحس ان انت دي انا دي كده يعني.
على فكرة ثقتك بنفسك راحت تزيد اكتر، راحت تزيد اكتر. بتتعرف على ناس دلوقتي يا برج السرطان بدأوا يفرقوا معاك عن الناس اللي من قبل. ده ممكن تكون البنات او الشباب اللي لسه ما كانوش ارتبطوا يعني. يعني تتعرفوا على ناس هتبداوا تتعلموا منهم انتوا يعني، فاهمين؟ او يعني ممكن انا مثلا اكون مصاحبه واحده بتعلم منها الاحسن والافضل والحياه كده يعني. فانت هنا بداتوا تتعاملوا مع ناس ذو مستويات، فكرهم كويس، يعني بيعرفوا يتعاملوا، شغالين كويس، مجتهدين في عملهم كده يعني. حد مخلص ليك قوي قوي يا برج السرطان، شخص مخلص ليك هنا وما تخسروش. لان انا شايفه ان هنا الاشخاص هنا والله معظمهم مخلصين ليك، حتى لو انت اتخنت اتغدر بيك أو بس انت في ناس هنا برضو مخلصه ليكوا هنا. عندك زواج بقى من برج الجدي، وعندك زواج من برج العقرب، وعندك زواج من برج الدل، وعندك زواج من برج العذراء. برج العذراء دي في حياتك حاليا، بس في زواج عندك هنا، في زواج من برج العذراء. وعلى فكرة انت عندك هنا سرطان برضو، وعندك برج الثور، وعندك برج الجدي، ما شاء الله. فعندكم ارتباط من ابراج ترابية وابراج نارية وابراج هوائية، تمام؟ فعندكم ارتباط هنا. ولو انت انفصلت يا برج السرطان وخايف تاخد القرار، فبقول لك راجع نفسك، راجع نفسك. عندك برج العقرب، يا اما انت اللي تقيل عليه يا اما هو اللي تقيل عليك، ولكن هو بيحبك وانت بتحبه، بس انت يعني كده. فانت عندكم هنا الابراج المائية، حتى انتوا تقلانين عليهم برضو، في تقول عليكم ما انتوا تقلانين من الابراج المائية. ماشي، مائل مائي عادي يعني، بتبقوا كده يعني، ولكن ربنا يصلح حالكم وحال المسلمين يا رب، اللهم امين. بس ما تخليكش تقيل كده يا برج السرطان، حاول تفضفض عن اللي جواك وما يعني بحبح، اتكلم، عبر يا برج السرطان، لان من الواضح ان انت بتتعاملوا مع اشخاص بيحبوكوا فعلا ومستنيين منكم كلمة حلوة. عبر واتكلم واحكي، مش هيمسكها زل عليك والله، ولكن ان هو عاوزك هو عارف انك انت بتحبه، بس انت تقلان عليه. حاول تشتغل الفاصل ده برج السرطان. اكتفي بالقراءة، وان شاء الله باذن الله ما انطبقش على القراءة ينطبق على الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. واشوفك على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.